ورجعنا لكم تاني من قصة امرأة عمران. طبعا يا سيدي الفاضل، في جزء اولاني لو ما اتفرجتش عليه ممكن هتلاقيه عندك في البايو تحت، ممكن تنزل وتتفرج على الجزء الاولاني وتيجي تكمل معانا الفيديو. طبعا في الجزء الاولاني خلاص انتهت قصة امرأة عمران، وهنبدأ في قصة ستنا مريم افضل نساء العالمين. واللي ما يعرفش ستنا مريم دي تبقى ام المسيح عيسى عليه السلام. وطبعا يا سيدي الفاضل، هنا ربنا عايز يقول لنا بمولود ستنا مريم ان ربنا يقدر يغير العالم بأي حد ينشاء، لأن كانت امرأة عمران كانت عايزة توضع ولد، فإذ فجأة ربنا يرزقها أنثى. قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فربنا بيقول لها أنا قادر على كل شيء، وإن أنا أقدر أغير العالم بولد أو بأنثى. طبعا ستنا مريم هي الوحيدة اللي ذكرت باسمها صريحة مريم 34 مرة بعدد سجدات اليوم، لأنها كانت كثيرة السجود. وكانت ستنا مريم بتحب ربنا حب شديد قوي، وكانت بتسجد كتير قوي، وكانت بتساعد المساكين واليتامى، وكانت بتحب تعمل أعمال صالحة وعلى أعمال الخير كلها. وكانت خادمة في البيت المقدس في الأراضي المحتلة حاليا. ودي كمان اعتزلت وبعدت عن أهلها عشان خاطر تعرف تعبد ربنا براحتها ومحدش يضايقها. والدليل على إن هي سابت أهلها وهاجرت لمكان تاني خلوة، يعني تبقى عايشة لوحدها. رب العزة قال في كتابه العزيز: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كل ما يخش عليها سيدنا زكريا في المحراب بتاعها يلاقي عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وتكون أساسا لسه مش طلعت. يسألها ويقول لها: يا مريم من أين لك هذا؟ تقول: إنه من عند الله. وربنا يقول في كتابه العزيز يا سيدي الفاضل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم من أين لك هذا؟ قالت إنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ليه هنا في الآية دي بالذات ليه ذكر سيدنا زكريا هو اللي كان بيخش عليها المحراب؟ لأن سيدنا زكريا هو اللي كان بيكفل ستنا مريم بعد موت أبوها وأمها، كان سنهم كبير. وبعد موت أبوها يا سيد الفاضل بدأوا يتخانقوا على مين اللي يكفل مريم، لأن كان أبوها معلم في القدس وكان عالم كبير قوي في القدس. فاتفقوا إن هم يروحوا عند النهر ويرموا الأقلام، وده كان وفه لأبوها لأنه كان بيعلم بالأقلام. آخر قلم النهر هيجرفه هو ده اللي هيكفل ستنا مريم. بمعنى دق يعني ايه النهر يجرف القلم؟ يعني القلم يوصل لعند الشط، يعني يرموا كده والقلم يرجع تاني لعند الشط. هو ده اللي يكفل ستنا مريم. وطبعا كلهم رموا الأقلام وإلا قلم واحد ما تحركش من مكانه، هو قلم سيدنا زكريا. وبدأوا يعيدوا الحكاية ديت، يرموا الأقلام لحد 3 مرات وبدأ يكفلها سيدنا زكريا. وما كان لديهم إذ يرموا أقلامهم أيهما يكفل مريم وما كان لديهم يختصمون. وبدأت ستنا مريم يا سيدي الفاضل تشوف الملائكة وتخاطبهم كمان: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ودي كمان بدأت تشوف سيدنا جبريل، ودي كانت منزلة عالية جدا. ودلوقتي بقى خلاص يا سيدي الفاضل بقت ستنا مريم جاهزة للمعجزة، ويدخل لها سيدنا جبريل على هيئة بشر ويبشرها ان هي هتضع ولد وهي عذراء. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا. هي ما كانتش تعرف إن ده سيدنا جبريل، لأن ما كانش فيه أي راجل بيخش عليها المحراب، فطبعا بالتالي خافت منه. مين اللي جاي لي ده؟ أنا رسول من عند ربنا. وربنا يقول هنا في كتابه العزيز يا سيدي الفاضل: قال إنما أنا رسول من عند ربك لأهب لك غلاما زكيا. تخيل معايا كده الموقف ده. فهي طبعا تتفاجأ ازاي وانا يعني مش لمسني بشر، مش اتجوزت. وربنا يقول هنا في كتابه العزيز يا سيدي الفاضل: إني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر
ولم أك بغية. سيد الفاضل يقول لها ده سهل قوي على ربنا، مش حاجة صعبة على ربنا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كلنا عارفين الغلام مين طبعا، هو سيدنا عيسى عليه السلام. قبلت ستنا مريم يا سيد الفاضل وطلعت بعيد عن بيت المقدس اللي هي قضت معظم حياتها تعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى، وراحت مكان بعيد قوي. فحملت به فأنبتت به مكانا قصيا. ويجي المخاضر يا سيد الفاضل لأم الولد، وطبعا هنا مفيش قدامها إلا نخلة يابسة مش فيها ثمر ولا بلح ولا أي حاجة، وصحراء جرداء ناشفة من كل حاجة مفيهاش أي حاجة خالص. فأجاها المخاض إلى جذع النخل وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهنا بقى المعجزة الكبرى، ينادي سيدنا عيسى وهو في حجرها ويقول لها فنادى من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ويعني ايه سريا يا سيد الفاضل؟ يعني النخلة اللي مش كان فيها ثمار عاد فيها بلح، والمية تحتكي ماشية، والصحراء الفاضية عاد فيها مية ماشية. وربنا يقول لنا في كتابه العزيز وهزي بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا أما تريني من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا طبعا يا سيدي الفاضل الآية شرح نفسها اللي هو ما حد يكلمك ما ترديش عليه. فهنا بقى تبدأ تروح ستنا مريم لقومها بالطفل، ويبدأ هنا سيدنا عيسى يقول لها لما حد يكلمك شاوري عليا. فبدأت راحت لقومها تقابل قومها بالطفل وهي مش متجوزة، حطت الطفل وقعدت والناس واقفة بتتفرج عليها، فالناس بيكلموها فراحت مشاورة على سيدنا عيسى. طبعا ده طفل فهم هيستغربوا، فكيف نكلم من كان في المهد صبيا. وهنا ربنا يقول لنا في كتابه العزيز فقد أتت بها قومه تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وهنا بقى هيتكلم سيدنا عيسى هيرد يقول إيه؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طب إيه بقى الرسالة اللي وصلتنا من القصة الجميلة دي؟ أول حاجة يا سيد الفاضل إن ربنا لو هيدافع عنك عمره ما هيسيبك، ربنا هيستجيب لأي دعوة أنت بتدعيها، بس ربنا له قوانين غيرنا إحنا، فمحتاج منك شوية صبر بس مش أكتر، وكل حاجة أنت بتتمناها هتتحقق لك. فارضى بقضاء الله ليك وكل حاجة هتيجي في وقتها، مش شرط اللي انت عايزه تاخده زي ما هو مظبوط بالمسطرة عليه. مرات عمران يا سيد الفاضل تمنت ان هي تخلف ولد، بس ربنا رزقها بنت خلاها سيدة نساء العالمين. واخد بالك من عطاء ربنا؟ اوعى تيأس من رحمة ربنا وخلي عندك ثقة فيه، وهتاخد اكتر من اللي انت بتتمناه. ما تسمعش الفيديو وتمشي يا سيد الفاضل، اكتب تحت عندك في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول.